قضية الذي زج بموازين في الأمر هو صاحب الخطبة، لأن الذين هم أمامه ليسوا متفقين معه، وهذا أمر خلافي بين الناس، خلافي بين الفقهاء، وفي المجتمع نعرف ما هو الخلاف الموجود فيه. فلذلك قواعد الخطبة السنية والشرعية لا تنزل إلى هذا إلا أن يكون الخطيب يريد أن يقول لبعض الناس ما يريدونه، ذاك يصبح عليه أن يجلس ويقوم بعضهم إذا كان السيد الوزير يقصد بأن الغناء فيه خلاف بين الفقهاء، يقصد بذلك فقهاء المذهب المالكي، فأنا أبشره وأقول له: يا سيدنا، إن علماء المالكية مجمعون. قلت مجمعون، ادعيت الإجماع وأتحمل مسؤولية هذا الادعاء. مجمعون على حرمة الغناء الذي يتضمن كلاما فاحشا، الغناء الذي تصاحبه آلات الطرب والموسيقى. أما موازين فلم يتكلم فيه علماء المالكية، لأنهم ما تصوروا أن تتعرى امرأة على جمهورها باسم الفن والثقافة. وأزيد بأن علماء المالكية من أشد الناس في باب الغناء. الإمام مالك لما سئل عن الغناء ماذا قال؟ إنما يفعله عندنا الفساق، الفسقة، السفلة، المنحطون في المجتمع، الذين لا قيمة لهم، هم الذين يمتهنون الغناء. إنما يفعله عندنا الفساق. وأزيد بأن علماء المالكية أفتوا بكسر آلات الطرب. من وجدت عنده آلات الطرب تكسر ولا ضمان على من كسرها. إلى هرسي لي القنبر ما كطالبكش الدولة تقول لك غرموا ليه، أبدا، لا ضمان. وأفتوا برد شهادة المغني. المغني ما كيشهدش، تطرف هذا. هو المذهب المالكي، احنا مع المذهب المالكي. جد مالك الله يرحمه احنا غاديين معاه حذو القدة بالقدة، حتى وكان نشوفوا من هم أهل الإمام مالك ومن هم أهل غير الإمام مالك. نكونوا نسين بلاد هذا مالك سي غزانو شلحي أين ندى مالك راه مسكت. قال لك سيدي أفتوا بعدم جواز شهادة المغني، وأن آلات الطرب تكسر، ويحرم على المسلم أن يبيع آلة الطرب لغير المسلم. ما تقولش لي وانا راه تنبيع غير اليهود والنصارى وهما داكشي حلال عندهم. كنقول لك أنت يحرم عليك أيها المسلم أن تبيع آلات الطرب. شوف التشدد كي داير. هذا هو المذهب المالكي والمواقف ديالو في الغناء، وزيد اللي كاين أكثر. ولكن نكتفي بهذه الدردشة اللطيفة مع السيد الوزير. وإن كان السيد الوزير يقصد أن هناك خلاف، تبعوا معايا الشرفة، إلى الأولى شنو الخلاف في المذهب المالكي، لأن احنا مالكيين كي كنقولوا ياك سيدي مزيان. في المذهب المالكي الإجماع بحرمة الغناء الذي تضمن كلاما فاحشا أو مصحوبا بآلات الطرب والموسيقى. أما إذا فيه العري وفي عاوتاني امرأة وفي عاوتاني الإيحاءات الجنسية وفي هذا خلاص، يعني لا أعتقد أن مسلما فوق الأرض يقول بحلية ذلك أو يختلف فيه.
وإن كان يقصد السيد الوزير المحترم الخلاف بين فقهاء الإسلام، وأقصد الأئمة الأربعة، يعني كاين الاختلاف بين المذاهب الأربعة، بين المذهب الإمام مالك والشافعي والحنبلي والحنفي، نقول عهدنا بالسيد الوزير أنه لا يعترف لا بالمذهب الحنفي ولا بالمذهب الشافعي ولا بالمذهب الحنبلي، لأن المذهب الوحيد الذي جمع كل الحق ولا حق في غيره، المذهب الوحيد الذي يجب على الأئمة اتباعه، المذهب الوحيد الذي يجب إقراره وإلزام الناس به في البلد هو المذهب المالكي. معنى هذا أن المذاهب الأخرى غير معترف بها، فكيف الآن يدعى بأن هناك خلاف في قضية الغناء؟ فهمتوا هذه النقطة؟ نعم. يا السيد الوزير حفظكم الله ورعاكم ووفقكم للخير، أسأل الله أن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، والباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه. إن سياسة الإقصاء والإبعاد والطرد ليست هي الحل. إلى علان دوا في الخطبة وقال شي حاجة فليجلس مع أهل العلم. أهل العلم هم الذين سيصدرون تقريرا هل هذا الخطيب خالف الشرع أم وافق الشرع، وبعد ذلك يبقى أو يعزل. ثم واش مجرد أن الخطيب غادي نقولوا مثلا يخطئ مرة واحدة فوق المنبر بعد الخطبة ديال 6 سنوات أو 7 سنوات، مجرد خطأ واحد في نظركم يعزل؟ وأقول إن هذا الوقت لا ينفع معه عزل الخطباء ولا عزل الدعاة ولا عزل الواعظين. لماذا؟ لأن الواعظ يجلس في بيته بعد عزله ويتكلم في 10 دقائق ويرمي بهذا الكلام في شبكة العنكبوت تقرأه الآلاف من الناس، فماذا ينفع إقصاؤك وإبعادك له من المنبر؟ الأفضل احتواؤه والجلوس معه، إن كان مخطئا ينبه على خطئه، وإن كان مصيبا فاتركه في صوابه. غادي تبقى تحيد الخطبه من المنابر، تبقى تحيد الخطبه حتى ما يبقاو كاع الناس يمشيو يتصنتوا الخطبه الجمعه، ما كاين لا من يتصنتوا ولا مع من يجلسوا. وكتبقى الشعبيه لمن؟ لدوك اللي تعزلوا، حيت ملي كيتعزل الخطيب عاد كتولي عنده شعبيه، كتولي عنده قيمه في نظر الناس. عزل لانه يقول الحق، عزل لانه لا يداهن، عزل لانه كتولي عنده قيمه. بينما من يبقى فوق المنبر وهو يداهن ويطمس الحق ويقلب الحقائق ويغطي ما لا ينبغي تغطيته، فهذا لا ينفع، هذا لا ينفع.